السلام عليكم، مرحبا بكم في شوات بشرى، كون ديري شي بشرى. نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم جيت بسيطلات بعجينة الرغيف او عجين المسمن، كيجيو هائلين، كيجيو راقيين ولذاذ. العجين اللي كيعنيكم على الوقفه على الناس اللي كيصايبوا الورقه ديال البسطيله، خصوصا في العواشر، وكنبقاو شادين الصف. ولتحضير العجين ديالنا كنحتاج 5 الكيسان ديال الفرص، نصف كاس ديال الفينو، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال المطر اللي كتعطينا اللون والمذاق للعجين ديالنا، معلقه كبيره ديال الزيت اللي كتعطينا الهشاشه للعجين، ومعلقه كبيره ديال الخل اللي كيلعب دور المحسن، ومعلقه صغيره اولا نصف كيس ديال خميره الحلويات، ومبدئيا كميه ديال الماء اللي غادي نحصلوا على عجين رطب ومتماسك في نفس الوقت. يمكن نحتفظوا فيه من بعد ما يتجمع في بلاستيك غذائي ساعة ونص حتى لساعتين، كنلقاوه بحال اللي مدلوك تماما. القوام ديال العجين ديالي هو هذا. غادي ندهن الوجه ديال العجين بالزيت النباتي، وغادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي، وغنخليه يرتاح جانبا ريتما نحضر الحشو ديالي. في مقله فوق النار كندير معلقه كبيره ديال زيت نباتي، كنضيف معلقه كبيره ديال الزبده، وجوج بصلات متوسطين مشلضين، غادي نديرهم يتشحروا في هذا الزيت، ما نضيف عليهم لا ملحه لا توابل، غنخليهم حتى كيدبلوا، حتى كيتهرس داك الجهد ديال البصله، وكتبقى داك البصله بداك المذاق زوين اللي كيعجبنا ديال البصله. البصله ديالي هي هذه من بعد ما ذهبات وخدات هذا اللون، كنجيب فلفله صغيره متوسطه حمراء اللي مقطعه رقيق، وكنديرها في واحد الفراغ وسط ديك البصله. يعني ما كنخلطش البصله مع الفلفله، كنخلي البصلة في ماها والفلفلة في ماها، يعني منخليهمش يتخالطوا ما بيناتهم. من بعد ما بدات طيب ديك الفلفلة، كيتهرس الجهد ديالها، كندير عاوتاني واحد الفراغ وسط المقلة، وغادي ندير فيه معلقة كبيرة ديال الزبدة، غنضيف عليه جوج ضرسات ديال الثوم محكوكين، وفي نفس المكان غادي نضيف ورقة ديال سيدنا موسى، غادي نضيف كذلك واحد نصف علبة ديال شامبينيون معلب اللي كيبقى اختياري. كنشحر هذاك الشامبينيون مع ديك الثومه وديك الزبده حتى هو كيتنسم معاهم، وغادي نخلط هاد العناصر فيما بيناتهم. الغرض هو انه الثوم البصله عفوا والفلفله ما يطلقوش الماء ديالهم في بعضياتهم. كندير عاوتاني واحد المساحه في الوسط، غادي ندير فيها معلقه كبيره ديال العصير ديال الحامض، كندير لب ديال حامضه مصيره، هذا حامض اللي منقد بالطريقه البلديه، وكندير مقدار معلقه صغيره ديال الهريسه. القياس ديال الهريسه كيبقى اختياري. غنضيف كذلك واحد جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مقرضين، وواحد معلقه كبيره ديال الزيتون خضر مقطع، وغادي نضيف التوابل. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال صلصه الصوجه، الا كانت الخفيفه نديرو معلقه كبيره، معلقه صغيره ديال القزبر يابس، معلقه صغيره ديال سكنجبير، نص ملعقه ديال الابزار، ونص ملعقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره اولا الفلفله حلوه. كنخلط هاد العناصر فيما بيناتهم. غادي نضيف كذلك الكبده ديال الدجاج اللي سلقتها في الماء اللي فيه الملحه وطريف ديال الحامض، درس ديال الثومه، ورقه ديال سيدنا موسى. سلقتهم واحد المده، من بعد ما كيغلى داك الماء كنحط فيه ديك الكبده وكنخليها كطلع فيها الغليه واحد 3 حتى 4 دقائق، وكنحيدها باش تبقى طريه وتبقى فتيه، حيت باقي تابعها طياب وما تنشفش. غنضيف واحد جوج المربعات ديال الشعريه الصينيه، غنضيف كذلك واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. كيف كتعرفوا الكبده ناشفه كتنشف، والشعريه حتى هي كتبغي شويه ديال الليدام باش كتطلق وكتنسجم مع الحشوه، ما كتبقاش واقفه. كنحرك ديك الزبيده مع ديك الشعريه وسط هادوك التوابل اللي كاين اللي حطيت الوسط، وكنعاود نخلط المجموع ديال الحشوة ديالي حتى كتنسجم هاد العناصر فيما بيناتها. واخر حاجة كنضيف هي واحد الحفينة ديال الزعتر اللي كنحكو ما بين يديا على هاد الحشو، وكنحرك حتى كتنسجم الحشو ديالي كامل. هادشي كله هو فوق النار، وكنخليه يبرد جانبا، وندوز لتحضير العجين ديالي. كنجي للعجين ديالي كنلقاه بحال هكا، كنقسمو بحال كنقسمو ثلثين وثلث. الثلثين يعني الكميه الكبيره ديال العجين غنحضر بها 3 الكويرات ديال العجين كبار.
كنستعن بالزيت باش كنقطّع ولا كنقج العجينة ديالي، 3 الكرات كيف قلت 3 الكبار و3 الصغار. غتعرفوا علاش من بعد. هذا هو العجين ديالي من بعد ما شكلته. غادي نطيه بالبلاستيك الغذائي ونخليه يرتاح واحد شويه، يعني تما نحضر العناصر اللي غادي ندهن بهم او نرش بهم المسمن ديالي. كنجيب اول قطعه ديال المسمن، الزيت راه ضفت عليه واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره بوبي، والفينو واحد 2 معالق ديال الفينو، ضفت عليهم نصف كيس ديال خميرة الحلويات. ناخد كرة كبيرة ديال المسمن كنطلقها فوق سطح العمل، كنطلقها حتى كتولي رقيقة، كنطويها بالطي ديال العادي ديال المسمن، كنرش بالزيت والزبدة، الخليط ديال الزيت والزبدة والفينو اللي معاه الخميرة، وكنطوي الطي العادي اللي كنديرو عادة للمسمن. كنغطي بحال هكا، غنعاود نرش بالزبدة والزيت ونرش بالفينو ونطوي. كنستمر هكا نفس العملية كنديرها الكرات الصغار والكبار ديال العجين، كنستمر يعني بنفس الطريقة. هذا هو الحشو ديالي مع المبرد، شكلت منه 12 حصة. كنجيب القطعة المربع الكبير ديال العجين، واحد من دوك المربعات اللي حضرت، وكنطلقوه فوق سطح العمل. إلا وصلتوا لهاد المرحلة من الفيديو ما تنساوش خصكم من الدعم باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. كنطلق المربع ديالي ديال العجين مزيان، غادي نجيب قطاعة اولا موز، غادي نقسم المربع ديال العجين ديالي على 4 الأجزاء بحال هكا، اللي كنطلقهم شي شوية، كنحاول نزيد نوسعهم شي شوية. العجين ديالي راه كيعاود يتجمع كيتقلص كاين ما يسالش. وكنجيب حصة ديال الحشو اللي كنديرها وسط كل مربع ديال العجين. هاد الحشو بسيط وسهل واقتصادي. يمكن نعوضو الكبدة بالدجاج، قطع ديال صدر ديال الدجاج، اولا بكفتة ديال الدجاج، كفتة ديال البقري. كتبقى حشوة اللي في المتناول، بسيطة وسهلة، وكتعطي شكل راقي وزوين في الاخير. كنحاول ما نديرش بزاف ديال العجين في الاسفل، يعني كنشد غير الاطراف ديال العجين باش ما تكونش عندي واحد الكتله غليظه ديال المسمن اسفل البسيطيره ديالي. كيف قلت كنجر غير الجنابات وكنحاول نجبدهم باش يرققوا، ما تبقاش كميه ديال العجين كثيره في الاسفل. كنقوم بنفس العمليه مع باقي الكرات. غادي نجيب كرة صغيرة، القطعة الصغيرة ديال المسمن، كندير 3 كبار كيف شفتوا و3 صغار، كنطلقها كذلك فوق سطح العمل. كنتمنى ما تنساونيش من لايك. كنجيب القطعة ديالي، القطعة ديال الشبكة اللي كدير 15 حتى 20 درهم، متوفرة واستعملتها في العديد من الوصفات عندي في القناة. كندير بها هاد الخطوط اولا هاد الشبكة، كنضغط عليها مزيان باش كتعطيني هاد النتيجة، وكنقطع عاوتاني على 4 بحال كيف درت في الاول. كنحاول نوسع باش يبانوا العيون ديال ديك الشبكة ديالي. وكنجيب كرة من الكرات اللي حضرت اولا مسيطلات اللي حضرت وكنرد عليها العجين. الا بان ليا العجين كتير كنقصو باش ما تجيش البسيطلات ديالي فيها العجين اسفل بزاف. هكذا هو الشكل ديالهم. غادي نعاود وحده اخرى، كنجيب كيف قلت كميه ديال حبه ديال البسيطيله اللي حضرت وكنلوي عليها العجين بهذا الشكل. كنستمر بنفس الطريقه مع العجين ديالي كامل حتى كنكملو كنشكلو كامل. البسيطيلات ديالي هما هادو. من بعد ما شكلتهم غادي نجيب بيضه اللي كنضيف عليها صلصه الصوجه، قطرات من صلصه الصوجه، طاحت لي واحد القطره فوق البسيطيله ديالي ما يسالش. وكندهن البسيطيلات ديالي في هذا الاثناء الفرن راه تيسخن. كندخلهم الا كان فرن ديال الغاز على حراره متوسطه،
كتكون لهم العافية من الأسفل حتى كيطيبوا، عادة كندير العافية من الفوق، إلا كان الفرن اللي فيه ترموسطة كندير 180 درجة وكنخليهم كيطيبوا حتى كيدهبوا وكياخدوا اللون اللي بغيت. هما هادو كيجيو مدهبين بهاد الشكل، كيجيو مقرمشين، كيجيو رائعين، كتزينوهم باللي بغيتو، كتفرشوا ليهم اللي بغيتو، كيجيو روعة وكيستحقوا التجربة. يعني يزينوا الموائد ديالنا ديال رمضان إن شاء الله، حنا على أبواب الشهر الفضيل. كنتمنى الوصفة ديالي أو الفكرة تروقكم، كتبقى فكرة للوصفات الرمضانية أولا للعشاء، بسيطة سهلة، في حالة بعيد علينا نحضروا الورقة أولا نوصلوا بالورقة. غنقطّع معاكم واحد الحبة تشوفوها كيفاش كتجي، راه مقرمشين وطريين في نفس الوقت. هذا هو الشكل ديالها من الداخل بعد ما كنحلوها، كيجيو عامرين، كيجيو مقرمشين مورقين، يستحقوا التجربة. تنقول لكم إلى اللقاء فيديو قادم بحول الله.